كل سنة وانتم طيبين وبخير. عيد الأضحى يعني أول حاجة هتيجي في بالنا طبق الفتة المصرية المظبوط، الطبق الرئيسي لعيد الأضحى المبارك. النهاردة بإذن الله هنعمله مع بعض بطعم زي زمان بالظبط، وبأسرار تخليها تنجح معاكي من أول مرة، والطعم هيفاجئك بإذن الله. أنا عبير، لو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى لو عجبتكم تشتركوا في القناة، ويلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. بسم الله. في البداية هنبتدي نسلق اللحمة. في حلة على النار هضيف حوالي معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة. بعد ما سخنوا هنزل بكيلو من اللحمة واديها صدمة. وبعد ما يتغير لونها هبتدي اقلبها على الناحية التانية. وبعد ما اللحمة اخدت صدمة ولونها كلها اتغير زي ما انتوا شايفين، هضيف بصلة متوسطة وورقتين لورا و4 فصوص حبهان وفلفل اسود حب ورشة من السكر. واقلب المكونات مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. واول ما تاخد اللون الجميل ده هنزل عليها بمية سخنة بتغلي. واول ما تطلع رغوة او ريم بنشيلها بالمعلقة ونتخلص منها علشان الشوربة تبقى نقية. وبعد ما اتخلصت من كل الريم بضيف طماطماية متوسطة وهغطيها واسيبها تستوي. وتعالوا نشوف الخطوة الجاية ان شاء الله. هنحمص عيش للفتة، سواء عيش بلدي او شامي او عيش زي ده، اي كمية زي ما تحبوا. هتقطعوها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. بعد ما قطعت كل كمية العيش اللي معايا هضيف عليها رشة من الزيت وهقلبه علشان يتغلف بالزيت كويس، وافرده في الصينية او الصاج بالشكل ده، وهدخله الفرن على الرف الوسط علشان يتحمص، وهقلبه في الفرن من وقت للتاني علشان ما يتحرقش. ويلا نحضر صلصة الفتة. في حلة على النار هضيف حوالي معلقة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي او اي نوع سمنة متوفر. بعد ما سخنوا هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم وهقلبه باستمرار علشان ما يتحرقش لغاية ما ياخد لون ذهبي خفيف. وهضيف معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة، وأول ما ياخدوا اللون الذهبي ده هضيف عليهم 4 معالق كبيرة من الخل. ولك أن تتخيلي الريحة عاملة ازاي، اللهم بارك. وبعدين هضيف معلقتين كبار من صلصة الطماطم. هقلب المكونات مع بعض، وهضيف لتر من عصير الطماطم. بعد ما ضربته في الخلاط صفيته من القشر والبذر. وهضيف رشة من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم، ومعلقة من الملح، وطبعا الملح على حسب ذوقك، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الكمون. وهقلبهم واغطيهم لغاية ما يتسبكوا شوية. ونرجع للحمة بعد ما استوت 3/4 تسوية. هضيف عليها معلقة ونص كبيرة من الملح، وأقلب الملح وأدوق وأشوف محتاجة تاني ولا لأ. مش محتاجة، هغطيها وأسيبها تكمل تسوية، وبعدين بعد ما تستوي هبقى أطفي عليها النار. ويلا بينا نحضر الرز الأبيض. في حلة على النار هضيف حوالي معلقتين كبار من الزيت. الزيت بيدي لمعة حلوة وبيدي طراوة للرز. وهضيف معلقة كبيرة هرمية من السمنة البلدي أو أي نوع سمنة متوفر عندك. بعد ما يسخنوا هضيف كيلو من الرز المصري مغسول ومتصفي. هقلب الرز لغاية ما يسخن ويتغلف بالمادة الدهنية كويس، واضيف عليه معلقة من الملح وأقلبه باستمرار علشان يتشوح كويس من غير ما ياخد أي لون.
وبعد ما الرز اتشوح وكل حبة رز مفلفلة حبة بحبة زي ما انتوا شايفين، هضيف الشوربة. معايا 5 أكواب من الشوربة السخنة. هضيف في البداية 4 أكواب ونص، وأقلبه بهدوء علشان لو في أي تكتلات تتفكك. بعد ما قلبته هضيف باقي كمية الشوربة، يبقى التوتال ضفت 5 أكواب من الشوربة السخنة. وطبعا الشوربة بنضيفها على حسب نوع الرز وعلى حسب النوع اللي انتي متعودة عليه. بغطي الرز لغاية ما يتشرب. بعد ما الرز اتشرب وبيبقى فيه شوربة خفيفة جدا، يعني مش بيبقى اتشرب 100%، بقلبه تقليبة خفيفة واغطيه واسيبه يستوي على نار هادية. ورجعنا للصلصة بعد ما اتسبكت وبقت بالقوام ده. لو حسيتيها تقيلة زوديها بمغرفة أو 2 من الشوربة، وده القوام المناسب بالنسبة لي. هنزلها من على النار، وكده الرز استوى وجاهز معانا ومفلفل وحبة بحبة زي ما انتوا شايفين. هننزله من على النار. وده شكل العيش بعد ما اتحمص في الفرن واخد لون ذهبي جميل. دلوقتي نبتدي نحضر لطبق أو صينية الفتة. في طاسة أو صينية على النار هضيف حوالي معلقة صغيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة. بعد ما سخنوا هنزل بكل كمية العيش اللي حمصته، وطبعا كمية العيش على حسب رغبتك، لو بتحبي العيش كتير أو لأ. بقلب العيش لغاية ما يتغلف بالمادة الدهنية ويسخن. مش هحمصه لأنه هو متحمص أصلا. بعد ما سخن واتغلف بالمادة الدهنية هضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم وأقلبها لغاية ما ريحتها تطلع وتاخد لون ذهبي خفيف. وهضيف معلقة صغيرة من الخل. بعد ما قلبت الكلام ده كله مع بعض هضيف مغرفة ونص من صلصة الفتة، بتدي للعيش طعم ولون جميل. وأقلب المكونات مع بعض، واضيف مغرفتين من الشوربة وأقلبهم لغاية ما الشوربة تختفي. العيش مش هيتعجن، ما تقلقوش، هو لسه فيه قرمشة. وكده العيش جاهز معايا. في طاسة على النار هضيف حوالي معلقة صغيرة من الزيت ومعلقة من الزبدة. بنضيف الزيت علشان الزبدة لما تسخن ما تتحرقش. أول ما يسخنوا هنزل بكل كمية اللحمة المسلوقة ومتصفية كويس من الشوربة، وبعدين هقلب اللحمة على الناحية التانية. وبعد ما أخدت لون جميل من الناحيتين زي ما انتوا شايفين هضيف رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح وأقلبها من كل الجوانب. وبعد ما أخدت اللون القمر الجميل ده هننزلها من على النار. ويلا نسمي الله ونجمع طبق الفتة المميز. في سرفيس أو طبق التقديم هضيف العيش وأوزعه بالشكل ده، وبعدين هضيف عليه الرز ونفرده ونظبطه زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما ظبطنا الرز هنضيف عليه الصلصة، هنضيفها من على الأطراف، وبعدين هنحط اللحمة في نص الطبق. وده شكل صينية أو طبق الفتة المصرية المميز على طريقتي. ويلا نسمي الله وندوق الطعم. بسم الله. اللهم بارك، الطعم تحفة جدا. وده شكل اللحمة مستوية وطعمها ولونها ولا غلطة بإذن الله. أتمنى تجربوها على طريقتي وتقولولي رأيكم، وأتمنى بإذن الله تعجبكم. وهستنى إن شاء الله كومنتاتكم ودعمكم اللي بيسعدني دايما. بحبكم جدا في الله. وما تنسوش فضلا وليس أمرا لو عجبكم الفيديو والطريقة تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة أتمنى تنوروني وتشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم إشعار بكل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير، مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.